السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. اليوم غنطيب طاجين ديال السردين بغيت نشاركو معكم. اول حاجه قطعت عندي جوج بطاطس هنايا، الثالثه باقي ما قطعتهاش، شفتها واش تقدني ولا لا. قطعتهم على شكل دوائر، هادو هما الدوائر ها هما، وقطعت واحد جوج بصلات صغارين على شكل دوائر بهذه الطريقه هذه. عندي هنايا 4 ديال السردينات قطعتهم وعملتهم على هذه الطريقه هذه، وعملتهم في الخل والزعتر وشويه ديال الملح، خليتهم واحد شويه بعد ما نحتاجهم. غنقول بسم الله. غناخذ هاد البصلات هادو غنزلهم بهاد الطريقه هادي. بعد ما وزعت البصل غنوزع فوق منه البطاطا على هاد الشكل هذا. البطاطا كيبقى على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم، فانا عندي هاد الطاجين هذا صغير، في نفس الوقت عندي فقط شخصين لهاد الطبق هذا، فانا والزوج ديالي فقط. غناخذ هاد الحوت قطعته على النصف، باش يجيني مقاد. وها انا انتهيت. دابا هنا غادي نزوق بها. المهم دابا كيبقى لي الخليط اللي غنعملو فوق هذا. غنوضع هنايا ملعقه كبيره من بابريكا او فلفل احمر، هي هنا غناخذ قليل من الملح، غناخذ ملعقه متوسطه ديال فلفل اسود او اليبسار، وهنا الفلفل الحار هذا او السوداني، هنايا مقدار ديال ملعقه صغيره، كيبقى على حسب نتوما واش كتعجبكم حاجه حاره ولا لا. وملعقه صغيره ديال الكمون او الكيمون، الزعتر قليل في الخليط للتنسيم، وكنخلطوها بالزيت العاديه او زيت الزيتون. فانا كنعمل ربع كوب ديال الزيت العادي وربع كوب ديال صغير بطبيعه الحال ديال زيت الزيتون، وربع كوب ديال الخل او ملعقه كبيره ونصف ديال الخل باش كتجي حمضه واحد شويه. صبر معدنوس ها هو شويه. هنايا القليل من بودره الثوم او جوج فصوصات ديال الثوم محكوكين. نخلطوا هذا الخليط مع بعض ونزيدوا له نصف كوب ديال الماء. كنجي هنا على بوطه عاملاها مهيله، نخلط الخليط ندورو على جميع الاماكن اللي هنا. هي باين بان الماء كيلمس هذا الحوت، الا كان قليل هادشي فنزيدوا له الماء حتى يجي على هاد الطريقه هذه. نغطيوه على الاقل واحد ثلث ساعه ونشوف. ها هي بعد نصف ساعه، ولكن ملي قربت ربع ساعه شفت باقي شف منا الماء، ولكن البطاطا كانت باقا شويه قاصحه، فاضطريت بانني نزيد لها نصف كوب من الماء او نصف كاس ديال الماء
ورديتها طيب. دابا باقي شويه الشف من الماء ونشاركها معاكم. وقبل ما ننسى فانا عملت واحد الفلفله حاره لانني كيعجبني الفلفل الحار، بغيت نعملو كيبقى على حسب الذوق ديالكم. ودابا اجي نشارك معكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي بعد ما خليته يبرد، لان الصراحه ما قدرش ناكلو هو سخون. عملت عليه شويه ديال الزعتر، هانتوما كتشوفوا باقي الزعتر شويه طري باش يعني يجي المنظر ديالو مزيان. المهم تاكلوه الصحه والراحه. وكيف ما شفتوا الطريقه ديالو سهله، بامكانكم يعني تضيفوا اي اضافات مثل الفلفل الاحمر، الفلفل الاخضر، فانا ما ضفتوش. نتوما كيبقى على الاختيار ديالكم، بغيتوا تزولوا هذا الحر هذا الا ما كانش كيعجبكم الحار، الملوحيه على حسب الذوق ديالكم. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، ومع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.